مع ارتفاع الأسعار واللي بيحصل في المنطقة الأيام دي، ناس كتير من أصحاب العمالة الغير منتظمة بقوا بيسألوا على أي زيادة أو دعم ليهم من الحكومة. بس اللي كتير ما يعرفوش إن في اتجاه لزيادة منحة العمالة الغير منتظمة من 1500 جنيه ل 2000 جنيه، وده بيجي ضمن محاولات تخفيف الضغط على الناس في ظل الظروف الاقتصادية اللي بقت صعبة على الكل. المنحة دي بتتصرف لفئات معينة زي عمال اليومية والمقاولات والمحاجر والمناجم، وكمان العمالة الزراعية الموسمية واللي ما عندهمش دخل ثابت. الأرقام بتقول إن عدد من المستفيدين من المنحة دي حوالي 229 ألف عامل مسجلين في وزارة العمل على مستوى الجمهورية. ولو بصينا على تاريخ المنحة هنلاقي إنها زادت أكتر من مرة، واللي كانت 500 جنيه وبعدها بقت 1000 جنيه وبعدين ل 1500 جنيه، ودلوقتي في اتجاه إنها توصل ل 2000 جنيه. وده معناه إن في اهتمام متزايد بدعم الفئة دي وتوفير حياة أفضل ليهم. التوقعات بتقول إن الإعلان الرسمي ممكن يكون خلال احتفالات عيد العمال، وده توقيت مهم جدا لأن الدولة دايما بتعلن فيه قرارات بتخص العمال. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا بقى ال 2000 جنيه شايفين إنهم كفاية ولا لا؟